السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وبجد هيطلع معاكي احلى من اللي بتشتريه من بره 100 مرة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي، والمقادير والمكونات معانا ايه النهارده. اول حاجة معايا كيلو من الدقيق. بعد كده هنزل عليه باربع معالق كبار من السكر، المعلقة تبقى ممسوحة معاكي، ومعلقة صغيرة من الملح. هقلب بقى كده السكر والملح في الدقيق. وبعد كده معايا مية فترة، يعني زي دمعة العين كده، ولا سخنة ولا باردة، يعني دافية بس حاجة بسيطة. هبدأ بقى انزل بالمية بتاعتي وهقلب كده بالسباتيولا. بص هنزل بكمية المية المناسبة لحد بص ما احس ان العجينة تالت معايا. خلاص مش هنزل بقى مية تاني. هبدأ بقى اعجن بايدي علشان احس بالعجينة. بصوا هفضل اعجن في العجينة لحد ما ايديكي توجعك، يعني لحد ما العجينة تلم معايا خالص في الطبق، زي ما هوريها لكم دلوقتي. بصوا هفضل اعجن فيها بالشكل ده. في الاول طبعا هتلاقيها بتلزق، افضلي اعجني فيها لحد ما تحسي ان هي لمت معاكي في الطبق خالص، وكل العجين اللي في الطبق لم معاكي. وهنا بقى بعد ما فضلت اعجن فيها، بصوا العجينه لمت معايا، بس انا غسلت ايدي الاول علشان طول ما ايدي فيها عجين طبعا هيفضل يلزق معايا. بصوا كده بقى عجنتها كويس. هغطيها بقى باي كيسه كده او استرتش او اي حاجه، وهسيبها ترتاح ربع ساعه بالظبط، وبعد كده ارجع لكم. هنا بصوا بعد ما عدى بقى ربع ساعه، هجيب بقى زيت وهبدأ بقى أبل ايدي كده حاجة بسيطة من الزيت عشان ألم العجينة بتاعتي. بصوا بالشكل ده. هنزل بقى بيها على سطح الرخامة، على القطاعة. شوفي انتي عايزة حابة ان انتي تعملي على ايه. انا بصراحة بستسهل الرخامة. وهبدأ بقى اعملها رول كده. الكيلو يا جماعة يعمل لي فطيرتين كبار. لو انتي حابة تعمليهم صغيرين ممكن تخليهم 3. هنا بقى اول حاجة هقطعها هي كورتين كبار، يعني كورتين اكبر من اللي احنا هنعملهم، ودول السبب الرئيسي في الفطيرتين. بعد كده بقى هقطع باقي العجينة عندي كور صغيرة. كل فطيرة كبيرة من دول، يعني كل كرة كبيرة انا هقطع معاها 9 كور صغيرين. بصوا هبدأ بقى ان انا اكورها كده، لو في زيادة او حاسة ان هي كبيرة شوية هبدأ بقى اظبطها على حسب ما انا عايزاها. بصوا الكرة بالحجم ده، حسيت ان دي كبيرة شوية هبدأ ان انا اظبطها. هبدأ بقى اعملها رول كده مطول علشان اقطعها كلها متساوية. هقطعها بقى وبعد كده هكورها كلها بنفس الشكل والحجم اللي انتوا شفتوه ده. بعد بقى ما قطعت كل العجينة بتاعتي هبدأ بصوا ان انا اكورها بقى كده. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده اوريها لكم. بصوا هنا بقى بعد ما خلصت قسمتهم على صينيتين. دي الدايرة الكبيرة اللي انا عملتها، وبعد كده دول التسع كرات الصغيرين اللي انا قلت لكم عليهم. هغطيهم بقى، يعني هغطيهم لمدة نص ساعة. بصوا هنا انا نسيت خطوة، المفروض ندهن وشها زيت حاجة بسيطة. انا هدهن بايديا كده، همشي ايديا كده عليها بالزيت، وبعد كده هغطيهم واسيبهم نص ساعة يتفتحوا، وبعد كده ايه نبدأ نشتغل فيهم. كل ما العجينة ترتاح معاكي كل ما تعرفي تشتغلي فيها اكتر، والعجينة تظبط معاكي اكتر. هغطيهم بقى واسيبهم نص ساعة، وبعد كده نشتغل مع بعض فيهم.
هنا بقى كان عدى نص ساعة، العجينة بقى ارتاحت معايا كويس. هبدأ بقى ان انا اشتغل فيهم. بصوا هنا معايا كوباية من الزبدة او السمنة، براحتك، وممكن تخلطي عليها زيت، يعني على حسب انتي عايزة تعملي بايه. هنا بقى جبت الكرات الصغيرة معايا، وهبدأ بقى افرد كرة كرة كده، هحط عليها زبدة وانا بعمل بايديا كده، وهبدأ ان انا افردها بالشكل ده. بصوا فردتها معايا كده، او اتقطعت منها حاجة بسيطة. زي ما انتم شايفين كده عادي، طبعا كل العجينة يلم في قلب بعضه. بصوا هدهنها بقى بالزبدة، وهبدأ ان انا اطبقها على بعض. بصوا بالشكل ده، وهركنها بقى جنبي، وهجيب كورة تاني، وهبدأ برضو ان انا افردها. بصوا فردتها، هدهنها بقى زبدة، واجيب الاولانية اللي انا عملتها وهحطها في قلبها، وهبدأ ان انا المهم كده على بعض. هفضل بقى اعمل بنفس الطريقة كده لحد ما اخلص التسع كرات الصغيرين، وبعد كده هوريكم احنا هنعمل ايه في الكبيرة. بصوا هبدأ ان انا افرد التالتة، وهحط فيها الاتنين الاولانيين، وهكذا لحد ما يخلصوا معايا التسع كرات الصغيرين. وهنا بقى كانت اخر واحدة معايا، انا خلصت كل الصغير بتاع اول فطيرة، يعني التسعة بتاع اول فطيرة الصغيرين. هبدأ بصوا ان انا افردها كده، واحط بقى كل اللي انا عملته في قلبها، وهلمها. بعد كده بقى اخر واحدة معايا هي الكبيرة، هجيبها بقى واحطها، هجيبها بقى وادهنها بالزبدة كده، وافضل افرد فيها. هفردها بقى زي ما فردت الاولانيين، بس دي طبعا كبيرة معايا. بص هفردها لحد ما اخلي سمكها رقيق خالص. بص اتفردت معايا وان هي ارتاحت معايا وقت اطول، فهتلاقيها بصوا بتتفرد معاكي بكل سهولة، ولا بتتقطع ولا اي حاجة. هنا بقى هدهنها زبدة كويس، وبعد كده بقى هجيب ال الرقات بتاعتي اللي انا حطيتهم في قلب بعض، واحطها بقى في قلبها، وهبدأ بقى ان انا المها على بعض زي ما عملت في الاولانيين. بصوا بالشكل ده. معايا هنا بقى صينية بسبوسة، اي صينية عندك، هدهنها زبدة بقى حاجة بسيطة، وبعد كده هلم بقى الفطيرة بتاعتي كده من تحت. بصوا واحطها في الصينية. هنا بقى كنت عملت التانية، هسيبهم بقى يرتاحوا لمدة ساعة كاملة. بصوا هنا بقى بعد ما عدى ساعة، العجينة ارتاحت معايا خالص. بصوا اول ما ببدأ افردها في الصينية مش هترجع معاكي، بتتفرد معاكي بكل سهولة. هبدأ بقى افردها بالراحة بالشكل ده لحد ما تملى الصينية بتاعتي. هجيب بقى الزبدة بتاعتي وهدهن وشها بقى زبدة. بعد كده اللي معايا دي معلقة قشطة، قشطة بتاعة اللبن، ودي اختياري، يعني حابة تضيفيها براحتك، مش حابة تضيفيها يعني حاجة اختياري. هي بتدي يعني طعم حلو ولون حلو. هبدأ بقى ادهن وشها كده بالقشطة. بعد كده بقى هندخلها فرن سخن جدا، يعني انا مسخنة الفرن بقاله نص ساعة على اعلى درجة حرارة عندك، من فوق ومن تحت. يعني انا مولعة الفرن بتاعي من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة. دخلت بقى الفطيرة الاولانية، ودي الفطيرة التانية، فردتها وجهزتها علشان اول ما اطلع الفطيرة الاولانية هدخل الفطيرة التانية. بصوا بجد حاجة تحفة يا جماعة. هدهن وشها كمان بالقشطة. الفطيرة التانية طبعا معانا في الفرن، هوريها لكم اول ما تخرج. اهم حاجة في السوا يا جماعة
درجة الحرارة تبقى عالية جدا. بصوا هنا بقى بعد ما خرجت معايا، طبعا لسه سخنة جدا. انا دخلت الفطيرة التانية، بصوا لونها عامل ازاي من فوق ومن تحت نفس اللون. نفس الفرشة اللي انا كنت بدهن بيها القشطة، مش هغسلها ولا حاجة، هحطها بس في الزبدة حاجة بسيطة كده، وهمشي على وش الفطيرة، بتخليها طرية قوي. وهغطيها، هغطي بقى الفطير بتاعي اول ما يطلع من الفرن كده لمدة 10 دقايق بس، بيخليه طري قوي. الخطوة دي بتخلي الفطير معايا يفضل طري وحلو. بصوا هنا الفطيرة بقى بعد ما هديت معايا، دي الفطيرة التانية بعد ما طلعتها من الفرن. بصوا عاملة ازاي، بصوا شكل الفطير ولونه بجد تحفة. جربيه مش هتندمي، هيطلع معاكي احلى من اللي بتشتريه من بره 100 مرة. حاجة مضمونة، انتي عاملاها في البيت وعارفة انتي حاطه لها ايه. وبجد طلع معايا طري طري يا جماعة، وحلو كده ومقرمش. بصوا تحفة بصراحة. بصوا الفطيرة معايا عاملة ازاي، بصوا طراوتها. وعلى فكرة ما كانش برد قوي، يعني كان لسه يعتبر سخن. تعالوا نقطع بقى حتى مع بعض، ولا بسكين ولا بمقص، بايدينا. بصوا عامل ازاي، بصوا قلبه عامل ازاي، بجد حلوة قوي. جربوها، ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.